30 لقاحا في سباق مع الزمن لإنهاء جائحة كورونا التي تواصل تسجيل إصابات قياسية عالميا في موجتها الثانية. فما هي أبرز اللقاحات التي ينتظرها العالم؟ لقاح فايزر بيونتك، وهو نتاج شراكة أمريكية ألمانية، 300 مليون جرعة منه ستوزع حتى إبريل القادم. تكلفة الجرعة للشخص الواحد هي $40 أمريكيا، تؤخذ على مرتين. لقاح موديرنا الأمريكي يعتمد على نفس آلية عمل لقاح فايزر، فنتائجه ستكون مشابهة. الإعلان عنه سيكون بالربع الأخير من نوفمبر. لقاح جامعة أوكسفورد ببريطانيا يعتبر أقوى منافس على الصعيد العالمي. أثار استجابة مناعية قوية، سعره أرخص ب7 مرات من اللقاحات الأمريكية، ومن المتوقع أن يصبح جاهزا في يناير العام القادم. سوف يأخذ وقتا لتوزيعه، وذلك يعتمد أيضا على خطط الدول نفسها بآلية التوزيع. هناك دول ستعطيه أولا لكبار السن ولمرضى الأمراض المزمنة. سبوتنيك 7 أول لقاح عالمي أعلنت عنه روسيا في أغسطس الماضي، لا زالت فعاليته بطور المراقبة. على الرغم من ذلك، أكثر من 50 دولة طلبت 1.2 مليار جرعة، وتعمل روسيا أيضا على لقاحين آخرين يخضعان للاختبارات السريرية. أما الصين فتعمل على 5 لقاحات، أبرزهم سينوفاك الذي دخل المرحلة النهائية من الاختبار عالميا، وبدأت بكين باستخدامه محليا.